السيد رئيس الحكومة، يشرفني باسم الحزب الاشتراكي الموحد أن أساهم في هذه المساءلة الشهرية، ولو أننا كنا نود أن نناقش الأمن الاستراتيجي المائي والغذائي والطاقي لبلادنا وليس فقط السيادة الغذائية. فئات واسعة من المغربيات والمغاربة كتعيش اليوم تحت ضغط غلاء المعيشة وصعوبة اقتناء المواد الغذائية الأساسية، الندرة، التضخم، غياب الجودة، بذور متحورة، أسمدة مسرطنة، عدم محاربة التلوث في البلاد ديالنا. وحنا كنشوفوا دائما سياسة الهروب إلى الأمام وتأجيل الإصلاحات الضرورية لتوزيع العادل للثروات ضريبية ومالية من أجل صيانة كرامة المواطنات والمواطنين. اللي بغينا نقوله هو أنه ما هي الحلول المقدمة كجواب عقلاني وعلمي من أجل النهوض بالعالم القروي ومن أجل الجواب على الإجهاد المائي؟ واش غادي نخليو